مصر من كام يوم ضربها زلزال كان هو الاقوى من سنه 92. وقت ما انا بصور الفيديو دوت نيبال اتضربت بطوفان مش طبيعي دمرها، وقبلها كان في مجموعه زلازل في اندونيسيا وفي اماكن تانية متفرقه من العالم. وهنا بدا يظهر كلام من الناس ان كميه الحوادث اللي بتحصل فجاه دي بالتتابع وبالشكل ده في اماكن متوزعه عشوائي في العالم ملهاش اي علاقه ببعض، ممكن يبقى ليها علاقه بنظريه مؤامره كانت منتشره من زمان، وهي ان في حد قادر ان هو يصنع الكوارث الطبيعيه. فالنهارده انا جاي اكلمك عن نظريات مؤامره اتاكدنا انها حقيقيه بالملفات والدلائل، بل وان في حكومات هي اللي مساهمه فيها. القصه اللي انت هتسمعها دي هتحسها غريبه شويه. خليني اخدك من ايدك واوديك للستينات، وقت ما كانت امريكا غارزه في حرب اسمها حرب فيتنام. الحرب دي كانت عذاب بالنسبه للامريكان، القوه الامريكيه المهيمنه على العالم لما راحت الحرب دي تتقل منها مسكوها واديها على دماغها. شويه فلاحين حافيين فيتناميين كانوا بيطلعوا من تحت الارض وبيهينوا كرامه الجيش الامريكي. الفيتناميين كان عندهم شبكه معقده جدا ممتده في وسط الغابات، وبيستخدموها عشان ينقلوا الاكل والشرب والمعدات والسلاح للجبهه بتاعتهم اللي بتقاتل الجيش الامريكي. الامريكان حاولوا كل المحاولات، جربوا ان هم يزرعوا الغام، يهدوا الطرق، يقصفوا بالطيران، لكن ده ما كانش يوصلهم لاي حاجه في ظل ما هي غابه متشعبه مليانه اشجار بتمنع الرؤيه. وطبعا مش محتاج اقول لك وقتها ان تقنيات التجسس والمراقبه والرصد ما كانتش بقوه دلوقتي. الامريكان بعد تفكير طويل اكتشفوا حاجه غريبه، هو ان الفيتناميين عندهم مشكله بتواجههم في الايام اللي بيكون فيها مطره، وده لان الارض بتاعت الغابه هي ارض طينيه، فانت مجرد ما تنزل بالعربيه فيها العربيه بتغرس في الارض وما بتقدرش انك تتحرك، وده كان بيشكل لهم مشكله طبيعيه من البيئه. فهنا الجيش الامريكي بدا يفكر، هل انا محتاج فعلا استنى لغايه اما المطر يجي، ولا انا ممكن اللي اجيب المطر لغايه عندهم؟ واسمع بقى عشان الجزئيه الجايه دي هي المشكله كلها. في الوقت ده في الستينات كانوا بيعملوا حاجه اسمها كلاود سيدنج، يعني بالاخر كده بيزرعوا سحب، او اللي احنا بنعرفه دلوقتي باسم الاستمطار الصناعي. كانوا بكل بساطه بيطلعوا طيارات في الجو بتضخ كميات ضخمه من غازات معينه، الغازات دي بتكون سحب، وبعد شويه السحب تبتدي انها تمطر على الناس الموجودين. وفي اكتوبر سنه 66 امريكا بتلم العلماء بتوعها كلهم وبتجمعهم تحطهم قدامها وتقول لهم بصوا بقى، اللي اوله شرط اخره نور، احنا لازم نخلص من الموضوع دوت، ولازم نلاقي حل ان احنا نجيب المطر بدري. قواتنا على الجبهه مع الفيتناميين ماسكينهم عاملينهم فرنش فرايز، ولو احنا قعدنا اكتر من كده هناك هنغرز، والخسائر بتاعتنا لو هي 10 هتبقى 100. وهنا الموضوع بيتحول من مجرد تجربه علميه العلماء كانوا بيجربوها لمشروع عملياتي خاص بالجيش اسمه بروجكت بوباي. ووصلنا لشهر يناير سنه 67، يعني في السنه اللي بعدها، لما بتطلع مذكره رسميه من امريكا، والمفترض انها كانت مذكره سريه بتتكلم عن المشروع وبتشرحه بكل تفاصيله. الهدف اللي كان معلن ان هم ينتجوا امطار كافيه انها لما تنزل تخلي الارض بتاعت الغابات ارض طينيه، فبالتالي العربيات بتاعت القوات الفيتناميه ما تقدرش انها تتحرك جوه الاراضي بتاعتها بسهوله، وحتى لو قدروا ان هم يتحركوا هيضطروا يتحركوا في طرق مكشوفه للجيش الامريكي ان هو يستهدفها بالطيران. وبدايه من نفس السنه بتطلع الطيارات وتعمل حوار الكلاود سيدنج، وتبتدي انها تعمل الاستمطار الصناعي. يعني خلينا اقولها لك كده بمصطلح بسيط جدا، هم بالفعل كانوا بيحاولوا او نجحوا ان هم يتحكموا بالطقس. وطبعا انت ممكن تكون مفكر ان العمليه دي استمرت سنه ولا كام شهر، لكن خليني اصدمك واقول لك ان العمليه فضلت مستمره من سنه 67 لحد سنه 72، يعني قرابه نص عقد من الزمن وهم بيلعبوا في الجو ويغيروه. وفي السجلات اللي احنا سمعناها اتسربت بعد كده لقينا ان هم عملوا الموضوع ده مش مره مش 100 ولا حتى 200، عملوه 2600 مره. فانا عايزك تتخيل حجم التغيير اللي هم ممكن يكونوا غيروه في المناخ وقتها. فتيجي هنا للسؤال المرعب، لما دلوقتي هم قادرين ان هم يتلاعبوا بالطقس ويعملوا الموضوع دوت على مدار سنين، مش مره ولا مرتين، الاف المرات، وكل ده بيتم في السر ومحدش بيعرف الكلام ده لحد وقتنا اللي احنا فيه، فيا ترى ايه اللي هم كمان بيعملوه في السر؟ وخليني بقى ارجع واكمل لك القصه وازاي هي اتكشفت لنا واحنا اتاكدنا ان الكلام ده حصل بالفعل مش مجرد نظريه مؤامره او حد طالع كده علينا بكلمتين يقول لنا نظام المطريات والحاجات كده. بعد ما المشروع انتهى وكمان الحرب، بدا يتسرب للصحافه الامريكيه اجزاء من المشروع اللي كانت شغاله عليه الحكومه. بدا الجنود اللي رجعوا والضباط يسربوا حقيقه اللي كان بيحصل. الضباط واللي كانوا شغالين عليها اكيد كانوا بيهلفطوا بحاجات بالصحافه، طبعا الصحافه كل ما تيجي تسال الحكومه يقول لك لا والله ما عملنا، لكن كتر الانكار ما فادهمش بحاجه. وبرغم ان هم ما طلعوش اي تاكيد رسمي في وقتها، الا ان كانت الاتهامات مباشره ليهم بان هم فعلا بيحاولوا يتلاعبوا في الطقس. هتقول لي طب وايه المشكله يا محمود ما يتلاعبوا في الطقس، يعني ما هم برضه عايزين يغلبوا اعدائهم.
هقول لك المشكله ان هم في الوقت دوت كانوا بيحاربوا عدو عملاق اسمه الاتحاد السوفيتي. فطالما امريكا عملت الكلام دوت، ايه اللي يمنع الاتحاد السوفيتي ان هو كمان يتلاعب بالطقس؟ لحد ما في ديسمبر سنه 76 بتطلع الامم المتحده وبتعمل اتفاقيه وبتمضي عليها كل الدول المشاركه ان ما حدش في الحروب حتى يتلاعب بالطقس باي شكل من الاشكال، لان ده بيشكل مشكله كبيره وخطر على باقي الدول حتى اللي مش هتكون مشاركه في الحرب دي. والاتفاقيه دي بالفعل بتدخل التنفيذ في سنه 78. طبعا يا ابو الصحاب انا مش محتاج اقول لك ان الاتفاقيات بتاعت الامم المتحده دي كلها مجرد حبر على ورق، وان غالبيتها ما بتطبقش اصلا على ارض الواقع. فايه بقى اللي يمنع شويه دول مالت على شويه ورق انها عشان تحقق المصالح بتاعتها تتلاعب في الطقس او حتى انها تسبب كوارث طبيعيه؟ انا كنت اقدر اكلمك عن حاجات تانية، بس ده بس المثبت واللي معانا ادله عليه. يعني مثلا انا هكلمك في نقطه، في بعض الدول اللي جربت انها تجيب قنابل نوويه صغيره وتزرعها على اعماق في الارض وتفجرها، فالحركه دي لما بتتهز وبتحرك القشره الارضيه اللي تحت بتتسبب في زلازل اصطناعيه. وكان برضو في بعض الدول اللي بتفكر انها تجيب قنبله نوويه ترميها جوه بركان وتتعامل معاه معامله، عارف انت الفيديوهات بتاعت لما بيرموا حبايه المنتوس جوه الحاجه الساقعه فتنفجر تغرقك؟ دي بالظبط كانت الفكره. يعني حتى البراكين حتى الزلازل يمكن تصنيعها. وده بقى اللي يرجعنا للنقطه بتاعت زلزال مصر اللي كان لسه يوم 3 اغسطس اللي فات، وكميه الزلازل اللي بتحصل لغايه ما انا بكلمك، الفيضانات، التسونامي، وكله بيحصل في وقت واحد وكله ملوش تفسير. فيا ترى ممكن يكون في ايه كمان من نظريات المؤامره اللي احنا مفكرين انها مش حقيقيه، انها مجرد شويه تخاريف الناس بتقولها على الانترنت وفي الاخر بنتاكد انها حصلت بالفعل؟ ويا ترى هل في دول تانية عندها الجرأه انها تستعمل الاسلحه دي ضد بعضها، او ان يكون في حد في العالم بيدفع العالم لكارثه طبيعيه عملاقه؟ هستنى اجاباتكم في الكومنتات. كان معاكم محمود زايد، سلام.